يلا نعمل حواوشي طعم وريحة في منتهى اللذاذة. أحلى وأسهل حواوشي هتعمليه. محتاج ل5 بصلات وسط، فلفل أحمر، فلفل أخضر، فلفل حار، 4 فصوص من الثوم، واحدة من الطماطم. هتضربيهم في محضر الطعام، هتنزلي بيهم على نص كيلو من اللحمة المفرومة، عليهم معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة كزبرة ناعمة، معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، نص معلقة صغيرة من ورق الغار اللي هو ورق اللورا مطحون، ربع معلقة صغيرة كمون، معلقة كبيرة مليانة من الملح، معلقة كبيرة ونص من السمنة البلدي. تعجنيهم مع بعض كويس جدا. عايزين اللحمة متماسكة، هتسيبيها تتبل في التلاجة مش أقل من ساعة. هعمل معاكم الحواوشي بالعيش البلدي. هتجيبيه وتفتحيه فتحة صغيرة كده من فوق، وهتبتدي تحشيه باللحمة المفرومة بالشكل ده. تعملي الكمية كلها بنفس الطريقة. بعد كده بالنسبة للتسوية، هتبقي مسخنة الفرن على درجة حرارة 200، وهتجيبي صينية أو الصاج بتاع الفرن، وهتدهنيه كويس جدا بالسمنة، وهتدهني وش الحواوشي بالسمنة. هتدخليه في الفرن في الرف الأوسط، وأول ما يبتدي ياخد لون من تحت وتحسي إنه استوى، هتقلبيه على الناحية التانية علشان يكمل سوا وياخد لون من الجهتين.